وجدت الملك فهد مجتمع 4 أو 5 من رؤسائهم في جدال مع الملك فهد أن يغير الكلام اللي سمعته وأنا أمشي، يغير رأيه. عرف كيف؟ جزاه الله خير. أتذكر ذاك الموقف اللي اتسم الحقيقة بالمصداقية وبالصراحة وبالشجاعة. قال لا تحاولون أن أغير رأيي، أنا حضرت المؤتمر لأسباب تعود الكويت أولا لأهلها. موقف يا سلام. خليني أكون صريح معك، لولا موافقة المملكة العربية السعودية على إنزال القوات الأمريكية في ذلك الوقت لكنا في هذا اليوم أننا نتحدث العراق كانت لا تزال محتلة للكويت. أرض الكويت تصيح إني رهينة، هيا اتركوني انقذوني يا رب، بوابها فهد العروبة حكمة، ما نام قلبي والكويت تغتر. فإذا كان المملكة العربية السعودية بذلت ما استطاعت من مجهود، وما الحقيقة أن الحياة والموت تساوت عندنا واحد، بعد ما احتلت الكويت وبعد ما شفت بعيني وش اللي عمل في الشعب الكويتي. ما عاد في كويت ولا في سعودية، في بلد واحد، يا نعيش سوا يا ننتهي سوا. هذا القرار اللي اتخذته أنا ولا فيه أي سعودي إلا واتفق معي على نفس القرار. يا تبقى الكويت والسعودية يا تنتهي الكويت والسعودية، لا يمكن تنتهي واحدة وتبقى الثانية.